السلام عليكم ورحمة الله، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بك علما. في الفيديو ده هنبدأ نحل الهوم ورك اللي كنا قايلين عليه في الفيديو اللي فات. تعالى خلينا ناخدهم كده واحدة واحدة. أول بروبلم عندنا أهي، بيقول لك إيه؟ بيقول لك لو أنت عندك الإكس بتساوي 10 والواي بتساوي 3، الفاليو اللي هتطلع هنا إيه لو أنت قسمت الإكس على الواي؟ مفترض لو أنت قلت 10 على التلاتة، المفترض إن هي تطلع لك كام؟ 3 وكسر، صح؟ هل ده بقى اللي هيطلع هنا؟ لا، مش ده اللي هيطلع هنا، هيطبع لك 3 بس. تعال نرن الكود ونشوف كده. طبع 3. ليه طبع 3؟ لأن زي ما قلنا أنت عندك هنا integer values، يعني الvariable ده integer، فهو مش هيطلع لك غير الانتجر، أي fraction هيتلاشاه. والدليل على ده إن إحنا لو جينا هنا شلنا دبل، شلنا الانتجر وخليناه دبل ورنينا الكود، هيطبع لك إيه؟ 3.33 ماشي. problem number 2. طبعا أنا مش عايزك تاخد الكود وترنه على الكومبايلر، أنا عايزك تفكر فيه بعد كده ترنه على الكومبايلر تشوف أنت كلامك صح ولا لأ. 10 موديلس الأربعة، الناتج يطلع كام؟ بكل بساطة إحنا عندنا 10، بنقول يعني ال10 فيها كام أربعة؟ فيها 4 زائد 4 زائد 2، يبقى باقي القسمة الجزء اللي هو متسبب في وجود الفراكشن إيه هو؟ الاتنين، يبقى النتيجة بتاعت ال10 موديلس 4 هيطلع 2. جميل. طيب رقم 3. رقم 3 بيقول لك لو أنت عندك variable x بيساوي 5 وy بيساوي 2، طلع لي قيمة الz. يعني أنت لو جيت هنا عملت سي أوت للz، الz دي هتبقى بكام؟ هنا في سيموكولون ناسينها. الزد دي هتبقى بكام؟ طبعا مش عايزك ترن الكود وتطلعه لي، لا انا عايزك تفكر ازاي هتشتغل. بص يا سيدي، احنا عندنا اولويه في العمليات الرياضيه. ازاي؟ يعني انت لو عندك قوس بتدخل تنفذ اللي فيه اول حاجه. جميل جميل. بعد كده ايه هي التاني؟ علامه الضرب والقسمه والمودولس، الحاجات دي كلها بتتنفذ ليها نفس الاولويه، يعني بتبدا من الشمال لليمين تنفذها. بعد كده خالص بتبدا تنفذ العمليات الطرح والجمع. يعني إحنا دلوقتي هنعمل إيه؟ هنقول x في y بتساوي كام؟ 5 في 2 ب10. جميل. بعد كده هنقول زائد. هل هنجمع على ال10 قيمة الx؟ لأ، أنت هتدخل تنفذ ده، يعني إحنا نفذنا ده الأول، بعد كده هننفذ ده، بعد كده هننفذ ده، وبعد كده هنرجع ننفذ إيه؟ علامة الزائد والناقص دي. جميل. x over y بتساوي كام؟ 5 على 2، المفترض كام؟ فيها 2.5. هل هنا النتيجة بتاعتها تطلع 2.5؟ لأ. ليه؟ لأن زي ما قُلنا في المثال اللي قبل كده إن ده variable integer، فهو مش هيشيل غير integer، فهيتغاضى عن الfraction. 5 على 2 فيها 2.5، هو هيروح قايل لك 2. جميل. بعد كده هنكتب ناقص x مودولس الy، 5 على الاتنين، 5 مودولس الاتنين هيتبقى كام؟ زي ما قُلنا بنشوف ال5 فيها كام 2، فيها 2 و2 و1، يبقى أنهي جزء اللي هيتسبب في وجود fraction؟ هو ال1. يبقى الvalue بتاع ده يطلع كام؟ هنبدأ نرجع تاني ونمشي من الشمال لليمين. 10 زائد 2. تعالَ بُص هنعملها برضه عشان أنا عايزك بس تفكّر إزاي بيشتغل من جوّه. هيروح هو عامل إيه؟ 10 زائد 2 هيروح قايل كام؟ ب12 ويروح قايل ناقص 1، بعد كده يرجع تاني يقول 12 ناقص 1 بتساوي كام؟ 11، يبقى الvalue النهائية بتاعتنا هتبقى 11. تعالَ نرن الكود ونشوف. 11. يبقى إحنا كده تمام. عايزك إيه هنا بقى؟ تبدأ تحط أنت لنفسك أي حاجة تيجي في دماغك، تعمل أي equation وتبدأ أنت بقى تبُص وتشوف إيه اللي ممكن يتنفّذ الأول وإحنا نعمل إزاي. يبقى زي ما قُلنا أول حاجة خالص، لو في أقواس عندك، يعني أنت لو كان عندك مثلًا، تعالَ أنا هاقول لك تعديل كده، لو إحنا حطينا دي كده داخل قوس، يبقى إحنا هنعمل إيه؟ بكل بساطة تعالَ ننفّذها مع بعض ونشوف الvalue هتطلع بكام. أنا لسه مخترعها معاك دي والله، هنحلها أنا وأنت دلوقتي. x times y هي اللي ليها الأولوية. طيب 2 في 5 ب10، بعد كده زائد، هنشوف أنهي اللي عليه الدور دي x على y. x على y زي ما قُلنا هتطلع بكام؟ ب2. هل بقى نروح سايبينها وماشيين؟ لأ، لازم تنفّذ دي الأول. ليه؟ لإن دي محطوطة في قوس، طالما محطوطة في أقواس كده يبقى تنفّذها. طيب 10 زائد 2 ب12. طيب يبقى إحنا بقى عندنا 12، كده إحنا خلّصنا القوس كلّه. لو إحنا ما كانش في القوس ما كناش عملنا عملية الaddition دي دلوقتي.
عملناها. بعد كده هنروح قايلين ناقص ونشوف إكس موديلس الواي بكام؟ زي ما قلنا 5 على 2 طلعت ب1. جميل، جميل. يبقى هتساوي كام؟ هتساوي 11. هنا طلعت معانا بنفس الفاليو دي بالصدفة، لكن طالما أنت عندك قوس فأنت بتنفذ اللي جوه القوس الأول، بعد كده الضرب والقسمة والمودولس دول بتنفذوا. طب هما لو أنت عندك كلهم زي هنا تبدأ تمشي من الشمال لليمين وتنفذ فيهم، بعد كده الجمع والطرح. جميل. تعال نشوف آخر مثال عندنا. آخر مثال بيقول لك لو أنت عندك ال A بتيكوال 5 وال B ب2 وال C ب3. هنا جه هنا عمل عملية، تعال ننفذها ونشوف. ال A بتساوي A، ال A عندنا بكام؟ ب5 زائد ال B اللي هي ب2 في C، ال C بكام؟ ب3. وهناخد القيمة بتاعتكم كلها ونخزنها جوه ال A. الناتج بتاع ده هيطلع كام؟ زي ما قلنا بنشوف إيه؟ إحنا عن العمليات اللي عندنا عملية multiplication وعملية addition جمع. أنهي اللي ليه أولوية؟ multiplication. يبقى 2 في 3 ب6 زائد 5 ب11. يبقى هنا إحنا طلعنا من السطر ده إن ال A بتساوي 11. ليه بتساوي 11؟ زي ما قلنا عوضنا مع كل حاجة بمكانها. بعد كده 2 في 3 ب6 و5 ب11. طيب بعد كده هننزل على السطر اللي بعده نشوف. عندنا ال B بيقول لك ال B بتساوي A موديلس ال C. ال A بكام؟ ال A ب5 موديلس ال C قلنا بكام؟ ال C ب3. بص بقى في غلطة كبيرة أوي لو أنت عملت كده. إيه هي؟ إن أنت قلت ال A ب5. طب هل ال A ب5؟ لا، ال A مش ب5، ال A ب11. ليه ال A ب11؟ ال A ب11 إن إحنا عملنا عملية هنا أهو وعملنا override على الvariable، غيّرنا القيمة اللي جواه دلوقتي. هي كانت ب5 فعلًا، بس أنت بعد ما عملت العمليات دي وخزنتها في الvariable اللي اسمه إيه؟ بقت قيمته 11. طيب يبقى 11 موديلس ال3 هنعمل إيه؟ بكل بساطة هنقول 11 بتساوي كام؟ 3 بتساوي 3 زائد 3 زائد 3 يبقى كده كام؟ يبقى كده 9 زائد 2 يبقى الريميندر بكام؟ ب2. يبقى طلعنا من السطر ده بإيه؟ بإن إحنا غيّرنا الvalue بتاعة الB وخليناها بتساوي 2. لو جينا هنا عايزين نجمع بقى الA والB ونشوف الناتج بتاعهم. الA بكام؟ الA إحنا خلاص حطينا فيها value فوق، الvalue الجديدة بتاعتها بقت 11. طيب هنقول 11 plus الB الvalue بتاعتها كام؟ 2. يبقى إحنا كده المفترض اللي يطبع على الشاشة كام؟ 11 و2 13. تعال نرن الكود ونشوف. 13. جميل، جميل. الأمثلة دي كلها لازمتها إيه؟ أنا عايزك تمشي وتبدأ تفكر إزاي الكومبايلر بيشتغل. إيه الفكرة اللي أنت لو عرفتها هتعرف تحل أي حاجة من الحاجات دي؟ الترتيب والأولوية بتاعة العمليات. يلا أشوفك الفيديو الجاي.